أسعد الله أوقاتكم. اليوم حسوي لكم ثريف الجنوبي بالدخن. طبعا مرة لذيذة الأكلة هذه وصحية جدا. في البداية حطيت كوبين من الدقيق الدخن، شوية من الملح وموية. طبعا أنا هنا زودت الموية، بس حقول لكم كيف تظبطوا الدخن. المفروض كوبين من الدخن أحط كوب ونص من الموية، لأنه أنواع الدخن بتختلف في الطبيعي وفي الدخن الباكستاني. طبعا لما شفت الدخن جدا خفيف زودت كمان زيادة من الدخن لما يصير معي متماسك بهذا الشكل. بعد كذا أجيب الصاج وأحط عليه زيت، أدهن الصاج بالزيت، أحط عليه زيت زيتون أو زيت السمسم، بس زيت الزيتون أو الأفضل، وأدهن الصاج كله. وبعد كذا أحط العجينة اللي أنا سويتها على الصاج وملسها بالملعقة، أدهن الملعقة بموية وملس الدخن، وعلى نار هادئة أغطي الدخن إلين ما يستوي معايا من أسفل، يتحمر معايا، وبعدين أقلبه على الناحية الثانية. طبعا هو هيتكسر معاكم فانتبهوا. قلبته على الناحية الثانية وبرضو خليته على نار هادئة. بعدين أبدأ أفتفت الخبزة، وطبعا هنا حطيت شوية من الملح في الحليب وحطيت شوية من السكر، وأقلب الحليب إلين ما يبدأ يغلي معايا. أجيب الدخن وفتفته في الحليب وأقلب إلين ما يصير معايا شوي ثقيل. طبعا ما خلي الدخن أكثر من الحليب، لأنه هو حتشرب الحليب حيصير مرة ثقيل. فأقلبه إلين ما يصير معاه شوي، لازم أبقي شوي من الحليب عفوا. بعدين أحطه في برطمان أو أي شيء صحن، أحط عليه زينه بالسمن والعسل ومع القهوة. يا سلام، أحلى فطور تذوقوه، وبالعافية علينا وعليكم. جربوا الطريقة وإن شاء الله يا رب تعجبكم.